النهارده في العيادة حصل حاجة طريفة جدا. لو حابة تعرفي ايه اللي حصل معايا تابعي الفيديو ده معايا. قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير لسبيل نشر المعلومة المفيدة لكل أخت. جت طفلة مريضة جديدة مع مامتها كانت بتشتكي إن بنتها بتشرب اللبن كويس بس طول الوقت بتعيط. الطفلة كان عندها تقريبا سنتين، واللي لفت نظري إنها مش في زي باقي الأطفال في سنها، كانت بتبص في عيني بشكل غريب. بدأت أسأل شوية أسئلة لمامتها عن أكلها وشربها، ولقيت إن المشكلة مش في اللبن بس، كان في كمان حاجة تانية غريبة. قررت أعمل لها فحص سريع عشان أتأكد إن مفيش حاجة صحية تعباها، وكانت المفاجأة إنها بتعاني من نقص فيتامينز كتير، وده كان السبب إنها مش قادرة تاخد كفايتها من اللبن والأكل. فالحل كان بسيط، الطفلة كانت محتاجة شوية فيتامينات ومكملات غذائية اللي معظم الأمهات بتخاف منها. واتفاجئت جدا من رد فعل الأم، قالت لي يعني هي مش عصبية بسبب التربية الغلط؟ والحقيقي إن الموضوع كان أبسط من كده بكتير. إحنا عملنا خطة علاجية للطفل وكل حاجة بدأت تتحل وتتحسن. مش كل المكملات الغذائية بتتخن، ومش كل الفيتامينز تخوف. لو كانت القصة دي مفيدة ليكي اعملي لايك وشاركيها مع صحابك، ولو عندك أي أسئلة بخصوص أي فيتامين سيبيها لي في التعليق.